ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هشرح لك مهاره الهيل تو بول رول. الهيل تو بول رول دي متاخده من الهيل تو هيل اللي احنا كلنا عارفينها، بس عملوا لها زي ابجريد كده في 23، فبقت بالشكل الجميل اللي انت هتشوفه معايا ده. وعشان تعملها لازم اول حاجه اللاعب يكون 4 نجوم مهاره. تعال نشوف على الانالوج احنا بنعملها ازاي. طبعا احنا عارفين الهيل تو هيل كانت معروفه ازاي بتعملها، واحده في اتجاه اللاعب. لو اللاعب ماشي كده بالار ده اللي هو اللي انا بعمل بيه ده اللي هو الار ده اهو، ده بتبقى واحده في اتجاه اللاعب. لو انا ماشي كده واحده في اتجاه اللاعب واحده عكسه، دي الهيل تو هيل العاديه. اما الهيل تو بول رول انت هتعمل هولد على ال 1 اللي هو ده، وانت جاي تعملها يعني هتهولد ال 1 تعمل واحده في اتجاه اللاعب وواحده عكسه، هيعمل الهيل تو بول رول. تعال نشوف اللاعب بيعملها ازاي على ارض الملعب. نصغر الجويستيك مره تانية ونشوف اللاعب بيعملها ازاي. اللاعب ماشي كده مثلا اهو، فهنعمل هنهولد ال 1 واحده في اتجاه وواحده عكسه بالطريقه دي. تمام. تاني، بس حاول وانت بتطلع بالكوره تطلع على الاتجاه اللي انت محتاج ترقص فيه. يعني مثلا كده اهو هطلع الناحيه دي، الاتجاه اللي انا محتاج ارقص فيه. تمام. ماشي، عايز اطلع الاتجاه التاني اهو برضو كده. كده دي العاديه، الهيل تو هيل العاديه. تعالى نعمل هيل تو هيل تو بول رول اهي كده. مثلا انا ماشي كده اهو كده وهطلع الناحيه دي، فالاتجاه اللي انت هتاخده وانت طالع من المهاره هو اللي هيوديك المكان اللي انت عايزه. تمام. تعالى تاني اهو كده اهو، او كده تاني كده. بس كده يا معلم، جربها بقى واكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها، ولو اول مره تشوفني لايك وسبسكرايب وشير. سلام.